المصرية. تعالوا نعمله مع بعض أحلى بسبوسة مكرملة سهلة جدا. وهي الحقيقة علشان ما اكدبش عليكم هي بطريقة ميادة محمد فانيلا مستكة. هي كل الطرق بتاعتها ممتازة وناجحة جدا، وهي صادقة ومخلصة جدا. فأنا دايما بعمل الوصفات بتاعتها. خلاص. دلوقتي معانا كوباية سكر عادي، ومعايا معلقة عسل جلوكوز. ما عندكيش عسل جلوكوز حطي عسل نحل، ما عندكيش عسل نحل حطي شربات تقيل قوي. خلاص. هجيب ربع كوباية مية واحطهم على بعض واحطهم على النار، وما اعملش حاجة خالص ولا احط معلقة. حتى المعلقة دي لازم اشيلها، اسلك منها بس العسل الجلوكوز او السكر الجلوكوز. هو طبعا الدنيا ساقعه وهو جامد جدا. خلاص. واحطها على النار، على نار هاديه تتكرمل، ونكمل معاكم بقيه الوصفه. بصوا بقى، انا كرملت السكر كده، اللي هو كوبايه سكر او 200 جرام يعني، ومعلقه سكر جلوكوز او عسل جلوكوز، وربع كوبايه ميه تكرمل بالشكل ده. ما حطيتش معلقه اصلا. احط بقى ايه؟ مج الا ربع سمنه او 170 جرام يعني. ما تعملهاش في حاجه ضيقه، اعمليها في حاجه واسعه علشان هي بتفور. ومعايا مج لبن، مج الا ربع لبن. هتتكتل وهتنشف في بعضها. قلبي، هتروح زي الفل. افكها على البوتاجاز وارجع لكم. بعد ما حطينا اللبن والسمنه، بتلاقي المقدار بيفصل ويبقى فيه محبب كده، لان ده معمول بسمنه. الكراميل بيتعمل في زبده، فما تلاقوش يعمل الاحساس ده خالص، بيبقى ناعم. لكن ده علشان معمول بسمنه. والمعلومه دي انا خدتها من مدام مياده، لان حصلت معايا يعني. طبعا انا بعملها كتير البسبوسه المكرمله، بس لما لقيته كده انا عرفت من الفيديو من مدام مياده ان هو علشان هي سمنه. اوكي. هسيبها تبرد زي دمعه العين واكمل معاكم البسبوسه المكرمله. خلصنا عملنا البرد، الكراميل برد. تعالوا بقى معايا نص كيلو دقيق بسبوسه من العطار عادي، من العطار من السوبر ماركت زي ما انت عايزه، مش اللي هو الكياس الجاهزه اللي هي فيها بيكنج باودر وفيها، لا 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 لا، اللي هو السميد العادي. انا بستخدمه دايما ومفيش منه مشكله. خلاص. دي هادت خالص خالص يعني، عامله زي دمعه العين. المقدار بيفصل، ما تقلقيش من القصه دي. احط اقلب بقى، مش كتير، يا دوبك ده يخش في ده وخلاص. وتقريبا مش هستخدم المعلقه، خلينا نستخدم بايدي عشان يبقى اسرع. في المرحله دي يا دوبك تلمي وتحطيها في الصينيه على طول، مش عايزه لا عجن ولا اي حاجه. خلاص خلصنا. الريحه بقى ما اقولكمش بقى، اوعى بقى. خلاص. ادي صينيه مقاس 30، دهنتها سمنه كويس جدا. احط المقدار فيها. انا مشغله الفرن ورايا على درجه حراره 200. انا هحطها في الرف الوسطاني. بص الريحه مش قادره اقاومها يعني. ادوق حته كده، يا خبر ابيض. اهو سويتها كويس جدا. هحطها بقى في الفرن، واثناء ما هي في الفرن نعمله مع بعض الشربات. طبعا لازم اسويها كويس جدا علشان
ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. دول مج ونص سكر، هحط عليهم مجين ميه. اثناء ما هي البسبوسه في الفرن زي ما انتم سامعين الفرن كده، احطها عشان هو لازم يبقى سخن، سخن خفيف والبسبوسه سخنه، الاتنين يبقوا سخنين. احطه على النار ونشوف البسبوسه ونرجع نكمل. اهي طلعت البسبوسه زي القمر، زي القمر بلونها القمر ده. وطبعا عاملين الشربات سخنه اهو بيطلع بخار. فانا هسقي البسبوسه سخنه نار والشربات سخن نار. طبعا تقدري تحطي مكسرات وحطي بتاع ده لوز، تحطي، مش بحب السوداني قوي يعني على الحلويات. تقدري لوز او بندق انصص، وتقدري تسيبيها كده خالص عادي، هتبقى زي الفل. هسيبها بقى تشرب من عوامل نجاح البسبوسه ان هي تشرب الشربات بتاعها. اسيبها تشرب الشربات واغطيها ونقدمها بقى بكره. احسن حاجه ما تقطعهاش في نفس اليوم، اهي بتشرب الشربات اهو بيختفي. من عوامل ان هي تبقى حاجه حلوه قوي ان انت ما تقطعهاش في نفس اليوم، سيبيها لتاني يوم، يعني اعمليها بالليل زي حالتي كده وسيبيها لتاني يوم قطعيها، هتبقى تحفه وجميله، قمر قمر قمر. وكفايه ريحه السمنه البلدي اللي طالعه منها. تشرب الشربات بتاعها واغطيها ونقدمها مع بعض بكره. طبعا خلصتها وباتت وشربت شرباتها وكل الحاجات الحلوه دي، وقطعتها بالشكل ده مربعات صغيره وحطيتها في العلبه دي. كانت برضو جايه لي هديه، فعملتها للحلويات. لو اتفرجتي على الفيديو بتاعي بتاع الكنافه السيجار برضو مليتها. وديت البسبوسه المكرمله بكل تكاتها وحركاتها. هقول لك حاجه، لو هيطلع سكرها زياده عليكي، لان انا لاحظت السكر زياده شويه، بدل الكوبايه السكر الاولانيه اللي بكرملها خليها كوبايه الا ربع. ولو الشربات زياده قللي الشربات شويه. فبالمنظر دوت طلعت في منتهى الجمال. قطعتها وحطيتها في العلبه، وطبعا حاطه تحتيها زي شرايح بلاستيك كده، واغطيها بالعلبه بتاعتها واحطها على البوفيه، اللي رايح واللي جاي ياكل منها. ايه رايكم؟ في منتهى الجمال والشيك. بسبوسه مكرمله بتاعت مياده محمد فانيلا ومستكه بكل تكاتها وحركاتها. بس انا قلت لك للامانه لو سكرها زياده، انا لاحظت سكرها زياده، انا ما باكلش سكريات يعني. قللي بدل كوبايه السكر الاولانيه اللي تكرمليها خليها كوبايه الا ربع، وبدل كوبايه ونص خليها كوبايه ونص اللي في الشربات خليها كوبايه وربع. خلاص، وبألف هنا. ولما عملتيش لايك اعملي لايك، لما اشتركتيش في القناه لغايه دلوقتي تنوريني في قناتي وفعلي الجرس يوصلك مني كل جديد. كنت معاكم اماني من مطبخ مصريه، بحبكم كلكم وجربوا طريقتي في البسبوسه المكرمله، وباي باي.